ذات يوم كان دوار فراس في جبل الحسين موقعا اقتصاديا هاما. بداية تحياتي لكم، الله يسعد صباحكم وصباح كل المستمعين والمشاهدين. شوف، بتقديري الشخصي احنا مرتبطين ارتباط جذري بالواقع الاقليمي وبالواقع العالمي، وهذا له انعكاساته علينا يعني كبلد كالاردن بشكل عام. حالة التراجع الاقتصادي هي مش موجودة عندنا بالاردن فقط، هي موجودة في كل المحيط وفي كل الاقليم، وهذا له يعني اسبابه ودوافعه. احنا بنتمنى على انه يعني الواقع التجاري يكون افضل من هيك، ولكن انا زي ما قلت لك مسبقا على انه احنا مرتبطين ارتباط جدي. لك شغله، احنا عندنا صنفين من الزباين. الصنف الاول اللي هو ابن البلد، والصنف الثاني اللي هو خلينا نقول السائح او الزائر او يعني هذا الصنف من الزباين. سابقا كان نسبه الزباين من خلينا نقول الدول المجاورة اللي بتزور الأردن كانت النسبة أكبر، كان هو أسهل بالتعامل، عرفت كيف؟ لأنه لربما يعني واقع المواطن الخليجي بالتأكيد هو مش زي واقع يعني أو دخل المواطن الخليجي بالتأكيد هو مش زي دخل المواطن الأردني. يعني المواطن الأردني هلا هو بيجادلك بس، ولكن بالنتيجة أنت لربما إنه يكون عملية البيع والشراء أسهل. عرفت كيف؟ بالنهاية احنا بنتمنى لها البلد دائما على انه تكون هي مزدهرة في كل جوانبها، في جانبها الاقتصادي يعني وفي كل جوانبها. صباح الخير، يعطيك العافية. دوار فراس او منطقة جبل الحسين يعني خلينا نقول يعني بالسنوات القديمة كان جبل الحسين يعني مطلع جبل الحسين انك مواقع تجارية، محلات تجارية كبيرة، تشكيلة كبيرة اللي كان يفوت عليه زباين كثير. يعني طبعا يعني كان دوار يعني زي ما بتقول الان صوفية. تمام، يعني كان موقع مميز كثير بتميز الموقع. والله مع الأسف يعني دوار فراس كان منطقة تجارية مزدهرة جدا، وقبل خلينا نحكي فترة مرض الكورونا كان الإقبال عليه كثير كويس، ونوعية الزبائن كانت يعني اللي عندهم قدرة شرائية. من بعد الكورونا ليومنا هذا للأسف اختلف الوضع، صار أكثر إنه تحسوا سوق شعبي، الناس هون بتيجي بتدور على الأشياء اللي هي من 5 دنانير فما أقل. وزي ما أنت شايف يعني أنا ممكن أعدل لك هسه من المحلات اللي قدامنا هذول. انتبهنا للبيع المحلات. خليني بس هيك أنا يعني عشان أسهل لك تتصور الوضع. شايف ال3 محلات هذول اللي قدامنا بآخر 5 سنين كل واحد فيهم قلب مرتين أو 3 قلب، يعني معناته كان محل فاتح وما مشي معه الحال، سكر، اجى واحد بداله كمان ما مشي معه الحال، وهذا الثالث تقريبا. فكثير من المحلات عمالة تفتح وعمالهم بيعملوا جهدهم تسويق ويجيبوا بضاعة وهذا، ولكن للأسف القوة الشرائية كثير بتأثر على إنه المحلات تستمر. زي زمان في تراجع، ما في تراجع، بتطولوا تستنوا الراكب. والله وضع الصرابيس متدمر كامل، يعني بسبب الباص السريع وبسبب انه البنزين غالي، ما نلحقش يعني 5 نقلات في اليوم. 5 نقلات بتجيب من 20 ليرة. هي بنزين ولا هي ضمان للمتضمنين ولا هي لصاحب المصلحة. فالوضع صعب والله، يعني بتسألني كيف الوضع تعبان كثير، مش زي اول الوضع. يعني بجوز من يوم الكورونا لأسا الوضع متدمر، ما بروح اللي متضمن، ما بروح 5 ليرات صدقا، صاحب السيارة يدوب صفي 10 ليرات له. دائما يعني احكي لك شغله بالنسبه للسيرفيس. السيرفيس كله مضروب، مش بس عن خطوط، كله خطوط اللي بجبل اللي في عمان اجمالا يعني. هلا احنا عندنا سيارات عددها كبير وعندنا تداخل خطوط، عرفت علي؟ يعني مش بس جبل الحسين بيمشي من الخط، عندك العبد الدائري بيمشي من الخط، عندك مدينة الحسين بيمشي من الخط. فعشان هيك احنا برضه متاثرين. والصبح بتكون صعب جدا يعني لما انك تحصل على راكب، يا بتنزل فاضي يا بتنزل براكب او راكبين. يعني شكرا لاحظنا من المقطع انه في سيارات بالضبط، وبتنزل في المجمع، عرفت علي؟ بتستنى دور قبل ما تطلع. على دوار الداخليه طبعا دوار الداخليه كثير يعني برضه سيء، مش كثير يعني بعد الظهر لما يتحرك عليه الوضع مش كثير يعني جدا. يعطيك العافيه.